يبدو الجريح الخمسيني محمد شريف أبو دقة أكثر نشاطا وحيوية، يظهر بوجهه البشوش يداعب أحفاده متناسيا همه الكبير بفقدانه لساقه التي بترت عام 2008-2009، تاريخ لن يمحى من ذاكرة أسرته. 9 سنوات مرت على عودته إلى الحياة، تحتفل أسرته في كل عام مع ذكرى العدوان لتضفي أجواء من السعادة والفرح بعدما غيبها الاحتلال عن الأسرة التي فقدت نجلها البكر الشهيد ضياء الحق. احنا كل سنة نحتفل بوجود أبو ضياء بيننا من بعد القصف. طبعا نحتفل أنه بنعدهم ولد من جديد، وأنه اليوم عمره 9 سنوات فقط، لأنه إحنا الحمد لله بعد ما أصيب كانوا فاقدين الأمل إنه يرجع يحيا تاني، إلا إنه الله سبحانه وتعالى أكرمنا إنه إحنا لازم نعبر عن فرحتنا بوجوده بيننا. غير هيك إحنا نعود أطفالنا إنه في حرب، في سلم، في شيء بنفقده وفي شيء بضل. يعني يواكب حياته على الرغم من تعطل حركة الذراع، فضلا عن التشوه الذي أحدثته صواريخ الاحتلال في منطقة الظهر، إلى جانب فقدانه لحاسة السمع، إلا أنه يداوم على زيارة قدمه المدفونة قرب نجله الشهيد. لم أتراجع يعني ثانية واحدة، إنما دائما أنظر إلى المستقبل، إلى الأمام. أنا بقوم كل أعمالي الصغيرة والكبيرة، من عمل داخل البيت، من داخل المزرعة، بين الناس، بين إصلاح بين الناس، العمل الاجتماعي، لا زلت متواصل كما كنت طبيعيا. وتشير الإحصاءات أن عدوان ذلك العام خلف قرابة 1500 شهيد وأكثر من 5000 جريح، عدوان ألحقه الاحتلال باعتداءات انتهكت حقوق الإنسان، ولا زالت تلاحق قادته في كافة المحافل الدولية. مثنى النجار، غزة، فلسطين المحتلة.